السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء قدس كورة، حلقة جديدة عمرو وعلاء، حلقة قمة. قلنا لكم في الفيديوهات هتبقى حلقة نارية، وفعلا كانت قمة نارية، واستنوا حلقة نارية. عنوانها قال لك ديربي إيه؟ 4 كولر، 5 بيتسو، 6 جوزيه. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا علاء. اولا مبروك لاصدقائي من جماهير النادي الاهلي، الف مبروك، فوز مستحق. نادي الزمالك تم تدميره، طبعا كلنا عارفين تم تدميره تماما. كلنا النتيجه طبيعيه جدا وكلنا متوقعينها من قبل المباراه، عشان نبقى صراحه يعني وواضحين. انا كنت متوقع النتيجه كده، صحيح كنا بنكابر ونقول الزمالك هيفوز، بنحاول نرفع من الروح المعنويه، لكن الحقيقه فريق الزمالك فاضي تماما. الكواليتي اقل بكثير من لعيبه النادي الاهلي. عندنا لاعب او 2 أو 3 كويسين ومميزين، لكن الغالبيه موظفين مش قادرين يجاروا اداء اللعب. اوسوريو لازم نعترف ان اوسوريو النهارده تسبب في خساره فادحه بطريقه ادائه في الشوط الاول، بتفكيره في المباراه في الشوط الاول. تفكير عقيم جدا، بيلعب بفتوح فقط في نص الملعب. فتوح لعيب كواليتي عالي، لعيب كبير، بس واحد هيواجه 4 في نص الملعب، مؤكد الكترة هتغلب الشجاعة، مؤكد مش هيكسب، مؤكد ان الزمالك خسر. كان كله كورة في الشوط الاول، بدليل الاهلي احرز هدف في الدقيقة 1.5، يعني ما كملش الدقيقة 2. بمناسبة 1.5 يا عمرو، قبل بس اقطع كلامك، ان ده تاني اسرع هدف في تاريخ لقاءات القمة. النهارده حسين الشحات جاب الهدف الاول للنادي الاهلي في الثانيه 75. ده تاني اسرع هدف بعد هدف حسين ياسر المحمدي في النادي الاهلي، كان جايبه بعد 48 ثانيه. يعني النهارده حسين الشحات جاب تاني هدف، واول اسرع هدف في لقاءات القمه مسجل باسم حسين ياسر المحمدي. حتى برضه اسمه حسين، برضه سبحان الله، ده حسين ياسر المحمدي وده حسين الشحات، قصدي حسين المليونير على راي الكابتن مدحت شلبي. اتفضل يا عمرو كمل الكلام. النهارده مليونير النهارده عشان ايه؟ كل ده وعمل ايه؟ حرام عليك يا عمرو. لا بجد يعني مليونير. لا يعني الراجل النهارده ايه سبب اللقب؟ يعني لقب ملوش اي معنى. مليونير بحب الملايين. ماشي، خليك بس عمرو كمل بس. بس انا بشرح للناس عشان تبقى برضه. اتفضل. تم تدمير نادي الزمالك، لعيبه الزمالك اقل بكثير زي ما انا قلت يا علاء. اوسوريو النهارده لعب في الشوط الاول بطريقه خاطئه جدا. 4-1 دي كانت فضه نص الملعب تماما، سمح للنادي الاهلي انه يوصل كل دقيقه اي كوره من نص الملعب، بيقابل على طول المدافعين. مؤكد المهاجمين او لعيبه نص الملعب احرف المدافع، فبيعدي منه بيشوط. طبعا النهارده محمد صبحي مع كامل الاحترام ليه حارس مرمى كويس، لكن النهارده ما جاش خالص. كل كوره لو شطت ثلاجه على صبحي كانت بتدخل، اي حاجه في الدنيا بتتشاف دخلت جول. فحدث ولا حرج عن مستوى محمد صبحي. نادي الزمالك محتاج وقفه، محتاج يقفوا جنبه. نبارك للفايز الاول. طيب انا باركت اول الكلام. ماشي يعني. لا باركت. مبروك للنادي الاهلي، محدش يقدر يقول غير كده طبعا. المجتهد اللي بيشتغل لازم نبارك له، دي كرة قدم في النهاية. احنا بنتكلم رياضة وكرة قدم. اللي فايز لازم نقول له مبروك، وأديت كويس وعملت ماتش كويس وجيم كويس. والخسران نقول له هارد لك، بس نكشف عيوبه علشان لازم نوضح للناس الموقف ايه. النهارده الزمالك الشوط الثاني رجع، لكن كمان رجع ببطء، رجع مش قادر يلحق. خلاص كانت المباراة فاتت، خلاص الدنيا عدت. أنا شايف إن أوسوريو تسبب تماما في خسارة كبيرة لنادي الزمالك، ولو كمل الشوط الثاني بنفس طريقة الشوط الأول كان ممكن تبقى النتيجة 6-7-8. لكن رجع الشوط الثاني بدأ يصلح الفرقة، بس صلح بعد إيه؟ بعد فوات الأوقات، بعد 3-0. نتيجة كبيرة جدا، شوط أول يطلع 3-0 كتير. فأنا شايف إن أوسوريو هو السبب. اخد من كلام عمرو، فعلا الزمالك النهارده نجا من فضيحه بمعنى الكلمه. يعني انا اللي اشوف السيناريو الشوط الاولاني 3-0 للنادي الاهلي، بس السيناريو الشوط الثاني مختلف على يعني يعني اول بس الشوط الثاني. لا الشوط الثاني لا ليه؟ لا، مين اللي نهى الماتش؟ اللي نهى الاهلي جاب ماشي بقى، هجمه راحت بجول. لا لكن لا، الافضليه كانت في الشوط الثاني. خلينا نتكلم بقى، احنا بنتكلم والله، بنتكلم بامانه والله. الشوط الثاني الزمالك رجع، لكن رجع كان بعد فوات الاوان، لان كانت النتيجه خلاص، المسافه الجاب بعد 3-0 كتير، فعشان ترجع صعب. انا بقول بس يعني الناس زعلانه، جمهور الاهلي زعلان ان الاهلي كسب 4 بس. طبعا 4 بس طبعا من حقهم انهم يزعلوا،
بس معلش كولر لسه جاي، كسب اول ماتش الزمالك 2-0، كسب تاني ماتش الزمالك 3-0، كسب ثلاث ماتش الزمالك 4. يعني الستة جاية احنا بنتكلم تحليل مباراه، بنحلل اهو هو ده تحليل ده؟ ايوه ده تحليل. زعلانه منين الناس؟ طب خلاص مش تحليل، تحفيل. احنا جايين نحفل وجايين نضحك. الاهلي كسب 4، هيتكلم على ايه؟ هيتكلم على الابداع بتاعه. فانا الناس اللي زعلانه على المباراه الاول. لا المباراه طبعا النادي الاهلي عمل مباراه رائعه. واضح ان سوريو ما ذاكرش النادي الاهلي خالص. الراجل اعتمد على السته بتاعت المقاولين العرب والرومونتادا بتاعت فوتشر، فاكر ان هو ده الدوري في مصر وبتاع وكده. فما ذاكرش خالص. عمل تشكيل بجد، يعني ده مش ممكن واحد يكون متعايش مع الفرقه ابدا. يعني عمل كل الاخطاء الممكنه. انا فوجئت بحاتم سكر من البدايه وسيد نيمار وبتاع وكده، وتشكيل وعندك جبهه يمين في النادي الاهلي، جبهه نار، حسين الشحات ومراد محمد هاني، وتلعب مش عارف ايه. لا طبعا الراجل واضح ما ذاكرش، عكس كولر طبعا تماما. ما حدش يقول لي بس شفت النهارده محمد هاني نجم صح؟ طبعا هايل. طبعا هايل النهارده محمد. اي لاعب في النادي الاهلي كويس، اي لاعب في النادي الاهلي نجم. لا محمد هاني كان كويس، الله يرحم ايام بن شرقي لما كان بياخدوا كده وياخدوا كده. يا عم فين الايام دي؟ راحت الايام دي. اذكروا حسن الله يرحم ايام بن شرقي لما كان محمد هاني ده بس عمرو اسال سؤال، انت ليه الحلقه اللي فاتت لما جينا نتراهن انا قلت لك الاهلي 3 او فرق 3؟ لا انت قلت 3-1 ما تقعدش. طب 3-1 انت قلت 3-1. طب تمام، قلت 3-1 حصلت والاهلي جاب جون غلطه بقيت 4-1 منك. ليه يا محمد الشريف؟ خاصه طبعا انت كنت رايح على الزمالك يكسب ليه بقى؟ لازم اراهن على الزمالك يكسب. الزمالك فريق كبير، ومباراه الديربي ملهاش اي قواعد. لو سوريو احترم الاهلي ولعب بتشكيله اللي لعب بيه الشوط الثاني كان النتيجه اختلفت تماما. لكن اسوريو لم يحترم النادي الاهلي في الشوط الاول ولعب بطريقه خطا فنال عقابه. وده الطبيعي في كره القدم، لما تغلط تنول العقاب بتاعك. فهو نال العقاب بتاعه في الشوط الاول لان لعب بطريقه غلط، سايب 4-1 سايب لاعب بس على الدايره والدنيا واسعه فاضيه بالنسبه له. بدا لما يفطن، لما لقى هدف بعد دقيقه ونص وثم هدف بعده وكره في العارضه، وكل كره بتوصل للجول، المهاجمين بيوصلوا للجول. عمل ايه؟ بدا ينزل زيزو معاه جنبه في نص الملعب جنب فتوح. طبعا فقدت الجانب الهجومي اصلا، فانت كده بوظت الهجوم وبوظت الدفاع. لما بدا يعدل الشوط الثاني الدنيا بدات تبقى افضل. بس عدلت بعد ايه يا سوريو؟ عدلت بعد ما النتيجه بقت 3-0. الجاب بعيد. يعني انا وانا جاي في الطريق سمعت واحد خبير بيتكلم بيقول لك ان لازم نعصر سوريو لان لسه ما خدش وقت ينسجم. لا في حاجه اسمها كده. يعني عايز اقول له يا اخ اللي بتتكلم يعني لا طبعا لا. يا ايها الخبير العبقري اللي بتقول ان نعذر سوريو عشان خاطر ما خدش وقته. عايز اقول لك ان كولر كسب الزمالك بعد شهر واحد بس من حضوره، وكسبوا مره ثانيه وكسبوا مره ثالثه. يا جماعه والله بلاش مبالغه. مش عبقريه كولر يا عم، مش عبقريه. الزمالك وحش يا عم ثواني، مش عبقريه. لا ده بيتكلم في العنصر ده بيقول لك لا مش عنصر. لا ايه اللي معاك في الفرقه دي؟ لا انا يعني معقوله واحد خبير يطلع في الراديو في صوره تحليل يقول لك لازم نعصر وصول الراجل ما خدش. لا مفيش كلام. الناس بتيجي بتكسب بطوله بعد ما بتيجي ب4 ايام مع النادي الاهلي. لا مش اعذار، مش حاجه اسمها عذر. المدرب ملهوش عذر مع كامل احترامي. خد مدته كامله. اوسوريو مش جاي امبارح ولا اول امبارح، لا خد وقته كافي وشاف كل الفرق ولعب وعارف وجرب. فما فيش اعذار. اوسوريو اخطا النهارده خطا فادح. نادي الزمالك بشكل عام عنده مشكله علاء، لازم نعترف بالحقيقه. لما تعرف الزمالك عنده مشاكل ليه الحلقه اللي فاتت بتعاندني وتقول الزمالك يكسب؟ يا حبيبي القمه ملهاش اصلا. يا عم ملهاش ايه؟ ما هو الزمالك كان سيء جدا وكسب الاهلي 2-1 مع خالد اسمه ايه ده في الدوري، وكان الزمالك لا الدوري لما دوري اخر 2 دوري حتى الدوري اللي خدته برضه اسمع ما تقعدش تقول اي حاجه. يا عم انتوا خدتوا 2 دوري من غير ما تكسبوا الاهلي. دي جداره دي في حاجه ده بالموضوع. لا يعني امتى هو الدوري بالنقط ولا نكسب مين يا علاء؟ انت بتتكلم رياضه ولا بتتكلم اي حاجه؟ لا يعني انت بتقول الزمالك بيكسب الاهلي امتى؟ بقول لك انا ده اخر الناس طبعا بيقول لك سنه 2020 بيقول لك مش عارف ايه. يعني ده زمن، ده في ناس
بتشجع كوره ما شفتش زمان كنت اي شغال. حاجه بتقول اي حاجه خلاص. انا دلوقتي مش انا بتكلم بجد. لا انا بتكلم كوره في اخطاء لازم الناس تقف عندها. يا عم الهزيمه لازم يا عم تولد. في واحد عاقل كان يتوقع ان الزمالك يكسب الاهلي؟ طبعا. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه يكسب؟ لا يكسب الاهلي. بأمارة ايه؟ لو لعب مدرب فاشل، لعيبه ما عندهاش خبرات. لا طبعا المدرب فاشل طبعا. المدرب اللي يبدا التشكيل هو طبعا غلط. هو لعب غلط ازاي؟ هو لعب بس ما عندوش كواليتي زي الاهلي. احنا بنتكلم بامانه. الاهلي عنده الزمالك عنده 4 أو 5 لعيبه كويسين، كواليتي عالي جدا، لكن كمان عنده الباقي مجموعه موظفين، ما احنا شفنا في الملعب. لكن الاهلي عنده لاعب وبديل. وكمان الاهلي النهارده بيعمل ايه علاء؟ بيتعاقد مع احسن صفقات، بيجيب صفقات، يعني عنده لعيبه كويسه وكواليتي كويس، وكسبان دوري ودوري افريقيا، حاجه هايله، وكاس مصر يعني 5. انت بقى احنا عايزين نشرح لك عشان تفهم، بس ما تبقاش بفكرك بعدد البطولات، 5 بطولات الاهلي. ماشي 5 وخمسه يا اهلي. ماشي، فانت بتكسب وفي نفس الوقت بتدعم. دي حاجه ترفع القبعه للاداره. المساله يا جماعه مش كوره بس، مش مدرب فقط، مش لعيبه فقط، الموضوع اداره ولعيبه وكوره وحاجات كتير جدا لازم تكون متواجده عشان تعمل الاستقرار. الاستقرار مش هيتخلق كده اعمل كده يبقى في استقرار، لا، الاستقرار مربع اداره. تقدر توفر فلوس للعيبه، تبقى فلوسها جاهزه، تقدر توفر لهم اجواء جيده، تقدر تتعاقد مع لاعبين وتدعم فرقتها اول باول. ده اللي بيعمله النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي بتدعم الفرقه اللي هي كسبانه بطوله افريقيا والدوري، اللي هم اهم بطولتين، المفروض دول اهم بطولتين، بتدعم وهو كسبان اهم بطولتين. رفع لها قبعه، يعني اتكلم بامانه. لكن انت الزمالك دعم بمين؟ هاخد من كلامك ده حاجه يا عمرو. السنتين اللي فاتوا لما قالت قصه بطوله الدوري وقصه دوري ابطال افريقيا، الجمهور كله انتقد لعيبه النادي الاهلي. صحيح. وطالبوا برحيل حسين الشحات. صحيح. ومحمد الشناوي، فاكر محمد الشناوي تعرض للهجمه، قال لك يمشي مين؟ بص الشناوي خد 5 في 5 في 6 يعني خد كتير قوي. موقف هوريكم بقى الموقف بين الادارات الواعيه، الادارات اللي بتعرف تبني فرق. لما الاهلي خسر 2 دوري ورا بعض، وخسر دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت بفعل فاعل، مجلس اداره جمهور النادي كان بيطالب برحيل حسين الشحات، وبيطالب برحيل احمد عبد القادر، وبيطالب برحيل محمد الشناوي، ويجيبوا حارس مرمى جديد، ومش عارف وقفشه يمشي، وشفنا حمله دي. مجلس اداره النادي الاهلي حمل لعيبته، دعم صفوفه بشكل كبير جدا، ما علقش شماعته على تحكيم ولا منظمه مؤامره، وكان كله دعم الفرقه، دعم لعيبته الموجودين، اعطاهم فرصه، وحافظ على القوام، حافظ على القوام الرئيسي. ده مهم، ده رقم 1. بس احافظ على القوام الرئيسي وادعم. بيرسي تاو دلوقتي، بيرسي تاو عامل ازاي؟ قال بيرسي تاو اللي كان جمهور الاهلي اللي كان بيقول لك اللي يشوف معركه يقتله، كان صفقه خسره. يعني النهارده صفقه جمهور الاهلي كان بيقول لك، كان بيقولوا لبعض اللي يشوف بيرسي تاو في المعركه يقتله. قال بيرسي تاو دلوقتي واحد من اهم نجوم الفريق. علي معلول كان بيقول لك عجز دلوقتي ما شاء الله، بيسجل لحد دلوقتي، والنهارده ما شاء الله عمل جون عالمي. محمد الشناوي هو برضه رجع محمد الشناوي. قفشه النهارده ما شاء الله عليه، العارضه بس حرمته من جون عالمي. يعني ادي ده الفكر ازاي تحافظ. مش اداره نادي الزمالك، انا بصراحه اداره نادي الزمالك حط عليها 100 علامه استفهام من التعجب، بتدمر الفرقه كلها سواء كسبوا دوري او خسروا دوري. يعني ازاي ما حافظش على قوام فريق ذهبي فاز ببطوله 2 دوري ورا بعض. يعني قام يمشي من شرقي، سيبك من المحترفين، سيبك من بن شرقي وسياسي، سيبك من الاثنين دول لعيبه محترفين وما عندهمش انتماء ولا ولاء، دول محترفين بجد، يعني عقدهم خلص وانتهى. لكن انا بتكلم على جنش يمشي، ابو جبل يمشي، وطبعا جنش لا جنش وابو جبل مشوا ليه؟ بسبب خلل في عقد في العقود لحراس المرمى. يعني يشوفوا ان هم يبقوا هم حارسين متالقين، والحارس الاحتياطي ليهم بياخد قدهم 20 مره. مشي جنش ومشي ابو جبل، مشي طارق حامد، مشي اوباما، مشي مصطفى فتحي، مشي امام عاشور، حتى الناشئين الصغيرين مشوا. يبقى ده معناه ان في خلل في الاداره. مش معقوله كلهم مشوا علشان خاطر ورا الماده بس، لا مع احترامي يعني. ده اللعيبه دي مشيت والزمالك واخد 2 دوري ورا بعض، 2 دوري ورا بعض، يعني ده اكبر دافع ان هم يقعدوا عمرو ويجددوا عقودهم. يعني انا لما اكون واخد 2 دوري مع نادي بحجم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك العظيمه دي كلها، دي عند جمهور، امشي في الشارع ملك متوج واخد 2 دوري، افكر ان امشي ليه معناها ان انا مش رافض البقاء في النادي. عندي ازمه مع اداره النادي، وللاسف اعلام النادي الزمالك فضل يصدر طول السنتين دول قصص وحواديت وروايات لحد النهارده.
يعني لحد النهارده تخيل النهارده كل تفكير اعلام الزمالك عقوبه ديانج. الحكم محمود البنا، يعني كابتن ميدو سايب كل حاجه يقول لك اتمنى النهارده ان كابتن محمود البنا يكون ينسى انتمائه شويه ويجيب له صوره في النادي الاهلي. يا كابتن ميدو انت سبت، اتفرغت خلاص، سبت كل حاجه واتفرغت دلوقتي لقصه الجبهات، ما ينفعش. وعاد ديانج. طب ايه رايك في محمود البنا النهارده؟ كان كويس مش وحش والله. لا بس في قرارات يعني كان في ضربه جزاء بتاع حسين شحات ما حسبهاش، مش مشكله. ايه؟ لا انتوا كان في ايه ده؟ انتوا ضايعين طب ايه ضربه الجزاء؟ يا ده حتى ضربه الجزاء ما حسبهاش، الا حسبها وضربه الواد دفعه كده ولا في الهواء. يعني الفار لما العيال وقفوه حتى بمناسبه الفار يا اخوانا، بمناسبه الفار قبل بدايه المباراه عمرو الفار حصل مس كهربائي. في الفار حصل مس كهربائي، بس مش في الفار، جنب الفار العلبه اللي حوالين الفار حصل فيها مس كهربائي، اسلاك بتخش في الخشب اللي هو حوالين الفار ده فولع. تخيلوا ان هم ناس يعني كبار ونجوم كوره واعلاميين دلوقتي، نجوم كوره سابقين ونجوم واعلاميين دلوقتي، قال لك ان عمدوا احراق الفار عشان خاطر المباراه تكون بتاع بدون فار. شفت الوصل للقصه ايه؟ والفار بعد 5 دقائق غيروا بتاعه وجابوا واحده جديده وبتاع. يا اخوانا حرام عليكم، حرام عليكم بجد. قاعدين قبل الماتش تشغلوا جمهوركم وتشغلوا لاعبينكم. محمود البنا جايب له لابس فنه النادي الاهلي، والفار ولع عشان خاطر ما يبقاش فيه فار. والاهلي البنا كان اهلاوي قوي النهارده. يا راجل حرام عليك يا عمرو، بس وكان حسب لا والله العظيم كل خلصنا 5-0. محمود البنا يعني بجد ربنا يعني حرام عليك يا عمرو والله العظيم. لا صعب والله العظيم حرام عليك. يعني انا عايز الحكام، مقوله الكابتن شوبير التاريخيه ان الحكام حبوا نفسكم اكتر من اي حد تاني. حبوا نفسكم. انتوا مش عايزين تحبوا نفسكم ليه؟ يا بنا حب نفسك. انت البلن انت قاعد جنبه وشايفه ومش عايز تحسبه. يعني ورايح الفار وهو متردد ليه؟ خايف من ايه؟ عادي جدا، احسب هنا واحسب هنا، احسب الصح. احنا ما بنطالبش على فكره غير بالعداله. عداله اهلي، عداله زمالك، عداله. بس يا عمرو واللي يكسب يكسب واللي يخسر ما يخسر. كانش فيه يعني حتى ضربه الجزاء الفار كان موجود واتحسبت على طول، يعني ما كانش فيه مشكله واتحسبت بسرعه كمان. يعني كان الحمد لله. في للزمالك تاني العاب ما اتحسبتش. لا كان في ضربه جزاء تاني للزمالك ما اتحسبتش. بعد ضربه الجزاء كان في لعبه دخل بيها الجزيري شالوا. لا تعادل يا عمرو، والله شفناه وكل الناس مش موجود. ومع هذا انا في النهايه ده حكم وحسب وخلاص خلصت النتيجه. مش هنغير يعني، احنا كلامنا لا هيغير ولا هيزود، لكن في النهايه الحكام حبوا نفسكم. بس اهو يا عمرو خلي بالك اهو، بالمصري كسبنا بالاجنبي كسبنا. بص لا عشان ما تقولش تقول لك بس استنى بس عشان ما تقعدش تعلي قوي. لا ما بعليش. الحدوته الزمالك في اسوأ حالاته اداريا ورياضيا وفنيا وكل حاجه ومدرب وكل، انت في اسوأ حالاتك. فلما الاهلي يكسب الزمالك وهو في احسن حالاته والزمالك في اسوأ حالاته ما تقعدش تقول لا. طب يا عمرو طب انت عمرو عارف كده احنا في اسوأ حالاتنا. طب ماشي يا عمرو، لما انت ما شاء الله عليك بتشهد وبتقول الزمالك في اسوأ حالاته، ليه قبل الماتش واثناء المباراه بتدخلوه في قصص ثانيه وموال ثانيه؟ ايه القصص الثانيه ده؟ ما انا عمال احكي لك اهو. انا دخلتك انت مش انت يا عمرو، مش انت. امال ايه بقى؟ يعني كابتن خالد غندور عمال يقول لك فين عقوبه ديانج؟ يا عم خلي انت يا عم ركز في فرقتك. طب هو ايه المشكله؟ نسال على عقوبه انت مزعلان. يا عم الورقه كانت موجوده والعقوبه خلصت يعني. طيب خلاص ايه المشكله؟ لما تطلع لا خلاص خلص. هو شاغل دماغه ليه؟ وطبيعي انه يشغل دماغه. والله يا عم يشغل دماغه فرقته ده. يعني ايه يشغل دماغه؟ ايه المشكله ان يشغل دماغه في حاجه صح؟ ايه المشكله؟ هو قال حاجه غلط، هو بيسال الورقه جت. بس الورقه لما اعلن اتحاد الكوره ان هي جت وطلع خلاص انتهى الموضوع. طب انت يا صاحبي على تويتر قلت عقوبه ديانج وانا قلت لك اصحى يا عمرو. العقوبه خلصت. انا اتكلمت امبارح، الكلام ده كان امبارح. كتبت بوست ان ديانج متعاقب من يوم كذا ليوم كذا، وحتى الان ما جاتش البطاقه. وانا قلت لك ده كلام امبارح. انت قلت لي هيجي المباراه بتاع النهارده. لا بتقول لا من امبارح قلت لك يا عمرو هيلعب المباراه. ما يلعب المباراه، احنا مش ضد. احنا بنتكلم على الورقه وسط ولا ما وصلتش. مالناش علاقه بيلعب او ما يلعبش، بيلعب وهو حقه. لو جات الورقه بيلعب وحد هيقول له ما تلعبش. ما تزودش عن معناه. طب ناخد بس يا جماعه ديانج اهلا وسهلا بيلعب النهارده، جاب لنا ضربه جزاء، راجل محترم. هناخد بس بعض من زمايلنا كده عايزك تهدى شويه عمرو، ونام واحد ليمون لو سمحت يا مروان، واحد ليمون يا مروان. هناخد بعض الزملاء الاستاذ اصدقائنا قصدي عمرو مصطفى بيقول لك مرتضى منصور دمر حتى احلامنا. ونام واحد ليمون بس يا استاذ عمرو عشان تعرف جدا يعني. الاستاذ عمرو مصطفى بيقول لك مرتضى منصور دمر كل احلامنا.
محمد احمد حنفي بيقول لك فين غرامه الكهرباء؟ يعني بيقول لك كده وشغالين دماغهم حتى الاتحاد الدولي طلع اهلاوي مش آه. عايز تدينا يعني كهرباء ما دفعش أيوة، مش- ومشطلطك، مش- والاتحاد الدولي برضه يقول لك يا عم. يوم 3/8 يا عم، ويوم مش عارف ايه. اي بص، فكر كل الدنيا ضد الزمالك، فكر كانك مش فايده. فكر بعقليه خالد غندور وميدو الكولر سويسري والاتحاد الدولي في سويسرا، ففكر بنفس العقليه دي. يا عم بطل كلام اي كلام. على- انا بسالك سؤال، اتفضل. لاعب اخطا وعنده مشكله وفي حكم نهائي، انتوا جددتوا مش فين عبد الجواد؟ مش انتوا رحتوا من 3 سنين اشتغلتوا الفيفا؟ مين كلمة السر في ان الكهرباء يقعد يلعب رغم انه مش عارف. موقوف من الدنيا كلها؟ مين كلمة مش السر؟ انتوا رافعين دعوه قضائيه ووديتوا ورق للمحكمه، ورق للفيفا؟ مش عارف، انا في كلمة سر، في حد كده غريب بيدخل في الموضوع ده بيخلي حتى الاتحاد الدولي الفيفا بقى نروح بس بعد اصدقائي بس. الاستاذ خلاص الاستاذ محمد احمد حنفي بقى غرام الكهرباء وبيضحك على نبيل الجمل، كلام جميل جدا والله ربنا يخليك. حبيبي يا استاذ علاء. احمد سعيد حرام عليك يا استاذ عمرو، بس مش عارف حرام عليك ليه. حرام عليا في ايه؟ انا قلت حاجة؟ صلاح الدين راشد عاش الاهلي، طبعا عاش الاهلي. عبد المنعم بيتدلع، عبد المنعم بيتدلع فعلا والله. سليم ابو زهير مبروك يا دكتور علاء ربنا يبارك فيك. يا استاذ عمرو اتكلمنا عن غرامه الكهرباء. احنا اتكلمنا غرامة كهرباء مش هتحصل شكلها كده. داليا المصري الاهلي بعد دقيقتين كان حسم كل حاجه. صحيح يا ده حقيقي. امل سالم طلحه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، يخرب بيت اللي زعلك يا اهلي. محدش يزعل الاهلي طبعا. امل صلاح طلحه بتقول لك اروح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، يخرب بيت اللي زعلك يا اهلي. مفيش حد بيزعل الاهلي. العداله فين يا استاذ عمرو؟ ده السيد صبري بيقول لك كان في ضربه جزاء لحسين الشحات وطرد العب غني. ده ايوه عندكم ده كده. اسلام النجدي اتاوى من عندكم. سطلانه. محمد احمد حنفي خالد غندور متعصب. اسلام اوصى وطنه تاني. طب يعني خالد الغندور متعصب واسامه حسني مش متعصب؟ مش متعصب خالص والله يا راجل حرام عليك. كل بيقول لك اوصى وطنه وكهرباء، يا ده اوصى وطنه. مبروك يا عم مبروك، ايه المشكله؟ استاذ علاء سؤال الاستاذ عمرو، الهدف اللي جابه الزمالك من ضربه جزاء يعني مش فارقه حاجه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الزمالك يعني حتى الجول اللي جابوه يعني من ضربه جزاء. يعني ضربه جزاء ما بتتحسبش يعني ما بتتحسبش يعني ضربه احمد جزاء. المحامي على الرباعيه مرفوع الراس يا اهلاويه، الف مبروك يا استاذ احمد اسماعيل المحامي. الاستاذ حسام ابو حمزه بيقول ايه في كريستو، لعيب كويس جدا، لعيب صغير وعنده امكانيات كويسه جدا جدا يعني. ايه تاني؟ انت متوقع طب يا عمرو دلوقتي يعني انا مش عارف هاخد بس بعض الزملاء تاني، احنا بنشوف بس الاسماء يا اخوانا، ده ماتش كوره عادي يعني. قرعه كاس مصر هنتكلم فيها طبعا، قرعه كاس مصر وكاس العالم هنتكلم فيها طبعا. وائل الجزاوي عاش الاهلي طبعا. وصفي بوسالم نفسي اسمع اغنيه سطران من استاذ عمرو الدرديري. قول له عمرو سطران. ولا حافظها ولا اعرفها. حماده مكرونه بيقول انا بحبك استاذ علاء ربنا يخليك يا استاذ حماده تسلم لي. استاذ جمال فيه بيقول لك اخبار فلوس سبورتنج لشبونه ايه، بتاعت الغرامه بتاعت سبورتنج لشبونه؟ هتدفع ان شاء الله هتدفع. امتى؟ احنا في ساعتين زي ما خلصنا الموضوع ده يعني. طبعا بحيي اداره النادي الاهلي انها خلصت موضوع ديانج في حوالي 3-4 ايام. كان الموضوع خلص وشارك في المباراه اللي بعدها، بدليل انه يعني دي اداره نجحت انها قدرت توفر الفلوس وتسدد المبلغ، وان ما غابش تقريبا. يعني ما غابش ولا دقيقتين حتى، ما غابش، فدي حاجه كويسه. وليد برياض مختار بيقول لك استاذ عمرو قول ان اداره نادي الزمالك هي اللي دمرت النادي. استاذ عمرو قال ان في اخطاء اداريه كبيره جدا جدا يعني. انا قلت ان في اخطاء طبعا. احمد علي احمد الاهلي على القمه لكن نتمنى ان النهوض السريع للزمالك. طبعا كلنا نتمنى طبعا. ضوي مستقبل الكره في النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله باذن الله. صالح رشوان كانت تتكرر 6-1. والله كانت تتكرر، خساره معلش. لسه كولر قاعد وجاب 2 و3 و4، هنكمل بقى ان شاء الله باذن الله، نكمل الدور الجاي 5 وبعد كده 6. الشحات له ضربه جزاء، ايه رايك؟ ولا ضربه جزاء ولا تعرف ضربات الجزاء، حرام عليكم بقى ما تقولوش اي حاجه. الزمالك عشان مذبوح يعني هنقعد نقول اي حاجه؟ لا
الاستاذ هاني عبد اللطيف بيقول لك ايه ده يا استاذ عمرو شويه، ومبروك على يا باشا الله يبارك فيك. هادي يا استاذ هاني ومبروك يا سيدي. الاستاذ محمد حنفي بيقول لك ايه رايك في اداء محمد صبحي؟ لا، محمد صبحي النهارده كان ثغره كبيره جدا جدا جدا. انا يمكن قلت من شويه لو اتشطت عليه ثلاجه كانت هتدخل. يعني كل اي شوطه اتشطت عليه دخلت او عملت مشكله، فبالتالي ما ينفعش ما ينفعش حارس مرمى كبير بحجم محمد صبحي علاء يبقى بالمستوى ده، ما ينفعش. دي مباراه قمه، وبعدين حسين الشحات بيشوط من اخر الدنيا وكوره في ايدك، انت يعني ايه ازاي مش عارف تتعامل معاها؟ يعني مع كامل احترام ما ينفعش ما تتعاملش معاها، انت حارس مرمى كبير. النهارده كان مهزوز جدا ومستوى اقل من المتوسط كمان. كريم الطاهر بيقول لك عايزين فتوح وكده يبقى فله، هنجيبه طبعا، عايزين هنجيبه. ايه المشكله؟ سامح السجيني ليله حمراء على الهويه، طبعا ليله حمراء ان شاء الله. استاذ محمد احمد فراج يا استاذ علاء الف مبروك الشحات، مبروك على النتيجه، المفروض كانت تبقى 7 على الاقل. الزمالك الاهلي كان واحد في الشوط الثاني وما احترمش الزمالك بشكل كبير. لا لا لا، ده الزمالك هو اللي رجع المباراه والاهلي قعد عادي، دي طبيعه المباريات يعني. ده بيعدل وده بيعدل، فطبيعه المباراه. طيب عمرو، ايه اللي ممكن يحصل في الزمالك بعد النتيجه دي؟ يعني خلاص كده الموسم انتهى كان الزمالك صفري للزمالك، كان محتاج يفوز. الزمالك كان محتاج طبعا يا علاء. الفوز النهارده الزمالك في الديربي كان محتاجه جدا جدا جدا. الفوز النهارده كان يفرق مع نادي الزمالك في انك انت تبني فرقه، لكن انت النهارده المعنويات انخفضت، الخساره بتنخفض معاها المعنويات. انت النهارده بقيت في موقف حرج جدا. سيبك من مركزك او الكلام ده، بس انا فاكر مركز ثالث، ايه المشكله يعني؟ الموضوع مش في كده، الموضوع ان انا بعدل نفسي ازاي، بقى همشي ازاي. لكن الواضح ان حتى الان ما فيش يا علاء، حتى الان ما فيش تدعيمات للفرقه دي. يعني انت لو سبت الفرقه دي ولعبت بيها الموسم الجاي، طب هيبقى انت عملت ايه؟ البطوله العربيه اهي، او البطوله العربيه، يبقى عملت ايه؟ ما انت نفس الفرقه وبدون تدعيم هتعمل ايه؟ لا، الفرقه عايزه تدعيم كبير جدا. ومع كامل احترامي لراي الكابتن ميدو، انا سمعته في اكتر من مناسبه بيقول لك ان احنا عايزين لاعب او 2 أو 3 بالكثير. لا 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 لا، انا مختلف تماما. انا عايز اقول لك فرقه الزمالك محتاجه اكتر من 6-7 لعيبه على مستوى عالي، كواليتي عالي جدا يشيلوا الفرقه. لكن كده ما ينفعش، مش هتنافس على بطولات، والموسم الجاي هتكون مش هتخير على الموسم. والله مش الموسم الجاي، هذه كده بطوله عربيه، خلاص. بطوله عربيه طبعا. يعني الزمالك هل هيلحق يجيب صفقات ببطوله عربيه؟ وبطوله عربيه انديه كبيره وانديه طبعا ما شاء الله كلها بطوله قويه جدا. وعملت تعمل تدعيمات بصراحه، بطوله قويه جدا يعني جدا 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 يعني. ف الزمالك صعب الزمالك يخسر البطوله. لا طبعا البطوله العربيه الزمالك لو لعب بالشكل ده او لو استمر بالطريقه اللي احنا شايفينها دي وما دعمش كويس هيخرج من الدور الاول، مؤكد. لان انت ما عندكش لعيبه. انت كان عندك لعيبه كواليتي عاليه يا علاء. كان عندك امام عاشور في نص الملعب، لعيب طبعا كويس جدا. انا ضد اي حد يقول لك اللي يغور والكلام ده. لا طبعا، لا ما ينفعش. الدعائم الرئيسيه بتاعت الفرقه، العناصر الرئيسيه بتاعتك كل شويه تسرسب منهم واحد. بالظبط. انت مشي ساسي، فقلنا طب عندنا امام عاشور. يمشي امام عاشور، طب عندك مين؟ مش حتى سفه وجعفر اللي كان ممكن تعتمد عليه مشي. حتى في الجناح اسامه نبيه اللي معتمدين عليه مشي. النهارده كان موجود والله، كان عامل شغل والله. ما هو البديل او المستوى هو اللي يلعب جنب جناح كان يفرق معاك. انت النهارده مع كامل احترامنا ضاي ما جاش. يعني ضاي مستواه. انت بتجيب المحترف ليه علاء؟ انا بجيب محترف يشيلني، يصنع الفارق، يصنع فارق ويشيل الفرقه. لكن انا جايب ضاي انا اللي اسنده؟ لا. يعني معقول هيبقى مدافع النادي الاهلي علي معلول جايب جون في الزمالك اكتر من مهاجمين نادي الزمالك؟ ما عيب يعني او ده خلل يعني. علي معلول مش جايب 4 أهداف في الزمالك. يعني في مهاجمين في نادي الزمالك بتلعب 10 سنين في نادي الزمالك وتعتزل وما تكونش جايب 4 جون في النادي الاهلي. بس انا مش فارقه معايا مين يجيبها. لا ما اقصدش يا عمرو، لكن انا فارق معايا، اقصد انا فارق معايا ناجح في المجمل ولا مش ناجح. علي معلول لما تجيبه في المجمل هو طبعا مستواه انخفض عن الاول، لكن في المجمل علي مجمل مبارياته لا طبعا ناجح.
عمل انجازات كويسه وعمل شغل كويس في النادي ليه الاهلي، بصمه بصراحه. فليه بصمه بصراحه فترفع له قبعه. وتحديدا ماتشات كبيره يا عمرو بصراحه الولد بس ده. هو كمان يعني الاهلي لازم يدعم في المكان. طبعا بس مع كامل الاحترام اقصد لحد النهارده عارف يقول ليه بصمه في بس المباراه. معلش ماتش النهارده الزمالك بقول لك مش في احسن حالاته، فمش منافس قوي عشان تقيس بيه ماتش النهارده. لكن لازم علي معلول ده محتاج تدعيم. انا بقول لك الحقيقه الجبهه اليسرى في الاهلي محتاجه تدعيم في الفتره الجايه. طب هل انت شيكابالا انت شايف ايه شيكابالا يعني النهارده اداؤه؟ لا ما هو انت بص شيكابالا انت ظلمته. شيكابالا انا كنت ارى ان يلعب الشوط الثاني يعمل لك الفارق. يا عمرو افرض الشوط الاول خلص 3-0 يعني هينزل الشوط الثاني. لا انت لعبت غلط في الشوط الاول. انت لعبت بطريقه غلط في الشوط الاول، فاضطريت ان شيكابالا لان ما بتوصلوش كور فبيضطر يرجع ورا ما ظهرش. انت لاعب عنده 38 سنه في النهايه ولا 37 سنه، لما يرجع لورا يبقى استنفذ مجهوده على غياب ما انت محتاجه قدام. انا محتاج شيكابالا ورا، فبالتالي استنفذت مجهوده بالطريقه الغلط فخلصت عليه، فاصبح مش قادر يأدي الشوط الثاني. طبيعي تسحبه. شيكابالا اتظلم في طريقه اللعب. ده انا وجهه نظري. اللي زي شيكابالا انت بتنزله في اوقات يحسب لك فيها، لان بدنيا نظرا لسنه ده الطبيعي يعني. بدنيا مش هلعبه ماتش كامل يعني. شفت كل هلعبه جزء من بدايه المباراه. كل الفاجئنا النهارده يعني انه محمد فخري بيلعب بدايه المباراه ده، وده كان امر يعني. بس محمد فخري خد فرصه ذهبيه النهارده. طبعا بس ما استغلهاش. لا مع كامل احترامي انا بقول لك، انا بص انا صريح بقول لك الحقيقه. محمد فخري لم يستغل الفرصه النهارده. خد فرصه ذهبيه ان يظهر ويعمل هو وديانج في نص الملعب. يا عمرو دي مسؤوليه مهمه جدا. ما كانش تبقى كل دورك اللي بتمنع الفريق الثاني. مع كامل احترامي الكوره كانت بتاعته مقطوعه، ما كانش فت النهارده. لا ما كانش مركز تركيز، كان خايف. فلا النهارده محمد فخري انا شايفه ان اقل من المستوى الطبيعي بتاعه. طيب يا عمرو ناخد بعض الزملاء كامل احترامي موضوع تاني. نخش على موضوع تاني. الاستاذ كريم الطاهر بيقول لك التحكيم اليوم كان اكثر من رائع، وضربه الجزاء الزمالك صحيحه. انا اهلاوي. خالد يعني بيقول لك التحكيم كان كويس جدا يا استاذ كريم الطاهر. لا بس التحكيم جه على الزمالك برضه شويه. خالد الطلخاوي مبروك الله يبارك فيك. الاستاذ محمد حنفي بيقول لك اتفق معاك يا استاذ عمرو فخري كان بعيد. شكرا يا استاذ محمد. استاذ اسماعيل احمد اسماعيل محامي، يا ريت اداره الزمالك تعمل معايشه مع الاهلي. لا يا عم بلاش الكلام ده. الدرجات دي يعني. استاذ نشأت عبد السلام بيقول لك قول مبروك من قلبك يا استاذ عمرو. لا مبروك طبعا. لا ازاي يعني؟ طبعا مبروك من قلبي يا جماعه. دي في النهايه كره قدم ورياضه. الكسبان هنقول له مبروك طبعا. اكيد طبعا. ما ينفعش حاجه خالص يعني. ما يقللش من شأن. الاستاذ محمد قرني بيقول رايك كيف ده حسين الشحات؟ طبعا حسين الشحات رائع. لا كان كويس النهارده. خد المباراه يعني خد المباراه جاب جولين ما شاء الله ما شاء الله الاثنين طلقتين يعني. الراجل ده بيفاجئنا حسين الشحات والله يعني. مستواه بيتطور بشكل كبير جدا. يستحق 155 مليون جنيه. هو كل ما الاهلي يجيب لعيب غالي جدا والناس يقول لك عليه ده بملايين ربنا بيكرمه والله. لا هو بص حسين الشحات يعني نتكلم بامانه بقى. حسين الشحات بقى له فتره فورمه عاليه. يعني بقى له فتره دخل فورمه عاليه، فهو فورمه اليومين دول وبيأدي افضل مبارياته. يعني الحق حسين الشحات لعيب كويس جدا، بيأدي بشكل جيد، فورمه عاليه. هو مفتاح فوز الاهلي يمكن في الفتره الاخيره. النهارده كان مفتاح فوز كويس جدا، كان عنصر مهم جدا في مكسب النادي الاهلي. فاجئ بشوطه صاروخيه عمل التفوق للنادي الاهلي بدري. فبالتالي حسين الشحات يستحق كل تحيه واحترام. استاذ نشأت عبد السلام كان لسه متشكر جدا استاذ عمرو على اللي جاوبت على سؤاله واعترفت يعني. اي خدمه يا استاذ نشأت. شعبان العراقي العزالي مغمى عليه مش عارف مغمى عليه ايه يعني النتيجه بسطان. مبروك يا سيدي. الاستاذ سعيد نصار بيقول المشكله ان الزمالك بيشوف الصح غلط والغلط صح. محمد قرني اهلاوي فاخر. مستر خالد قاسي بيقول ضربه الجزاء الزمالك غير صحيحه، هناك مخالفه على الجزيري ضد عبد المنعم شدوا فريقنا قبل لعبه ضربه الجزاء. انا سمعت الكلام ده برضو من احد خبراء التحكيم قبل ما على طول. ده متاكد انه خبير؟ خبير مصر كمان. يا راجل حرام عليكم. صهبان ولا شعبان الله اعلم يعني مدرب الزمالك لعب بتشكيل غلط في الشوط الاول طبعا احنا قلناها دي.
ابو مازن الاهلاوي بيقول يا كابتن فاول قبل ضربه الجزاء، ده سمعناها. محمد صبره مزيكا يا اهلي، طبعا الاهلي بيعزف مزيكا طبعا. عمرو احنا طبعا يعني مش عايزين نطول على الناس طبعا كلها مشغوله وحاجات زي كده، عايزين نتكلم النهارده كانت لا انا عايز اسالك اسئله بقى. اتفضل. بعد ايوه كده متعنا كده، خلينا. انا هسالك. اتفضل. الشناوي تدي له كام من 10؟ الشناوي ما كانش في اختبارات، الاختبار الوحيد ضربه الجزاء وما تحسبلوش طبعا، اديله 8 من 10. مفيش كره عرضيه تدي له 8 من 10؟ لا، في الكره بتاعت سيف الجزيري اللي كانت تحت رجليه اللي هو الخط عليها دي، وفي الكره العرضيه بتاع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اديله 8 من 10 برضه؟ بما انه كان منفعل شويه. وياسر ابراهيم اديله 7 من 10. هاني محمد هاني اديله 6 من 10. علي معلول اديله 8 من 10 لانه كان ليه دور هجومي كويس جدا. ديانج اديله برضه 7 من 10. محمد فخري اديله 6 او 7. حسين الشحات 9 من 10 لانه عمل اللي عليه. محمد شريف طبعا بديل رائع جدا وهداف الجيل في مباراه القمه، اديله طبعا 10 من 10 لانه لعب وقت قصير جدا وجاب جون، فطبعا ياخد 10 من 10. ايه تاني؟ مين اللي لعب في النادي الاهلي؟ قفشه كان رائع وغير محظوظ على الاطلاق، اديله 8 من 10. بقول له هارد لك فعلا يا قفشه، والله النهارده لو كان ربنا كرمه. لا انا اديله 9 من 10. لو كان النهارده ربنا كرمه، لو كان الكوره دي لو كانت دخلت طبعا كنت واخد 10 من 10 الشرط زي محمد شريف. هتدخل هو يعني اداؤه ايه؟ اداؤه رائع النهارده ما شاء الله عليه. يعني بصراحه يعني لولا ان حسين شحات جاب جول كان هو ممكن ياخد رجل المباراه يعني. هارد لك يا قفشه وان شاء الله تكرر القضيه في ماتشات القمه الجايه وهارد لك الفوز النهارده. كمل بقى لعيبه الزمالك بقى. لا انت قول لي مين تاني؟ ايه رايك في مين تاني في الاهلي؟ الاهلي كان كتير جدا، استنى يا عم. لا كولر تديله كام من 10؟ كولر اديله ارفع له القبعه الاول واقول له شابوه واديله 100 من 10. راجل بيذاكر كويس جدا، بيحضر ماتشات كبيره كويس جدا. قرا الزمالك كويس وركز على الزمالك كويس، حتى المفاجاه بتاع التشكيل بتاعت اسوريو ما هزتوش، ما ربكتش حساباته، نزل الماتش قتله من اول دقيقه. بقول لك شابوه مستر كولر، متشكرين جدا 100 من 10. طبعا في كهربا طبعا اديله 6 من 10 لانه ضيع فرصه مؤكده مليون في المية. محمد فتحي اعطينا له وتقريبا دي كده لعيبه النادي الاهلي. بيرسي تاو اديله برضه 6 من 10. يعني افضلهم طبعا كولر وحسين الشحات ومحمد شريف، يعني دول اديهم علامات كامله. نخش على الزمالك بقى. محمد صبحي اديله كام من 10؟ محمد صبحي 0 من 10. 0 من 10 على الجدار. احمد فتوح 7 من 10. عبد المجيد 6 من 10. عبد الغني 3 من 10. انا متفق معاك جدا. نيمار 5 من 10. 5 من 10. زيزو 8 من 10. عمر جابر 2 من 10. متفق معاك جدا. طيب عمرو السيسي 5.5 من 10. 5.5 او مادة نص يعني. عشان شيكابالا 5.5 عشان عدى النص بشويه. يعني هو عايز يرجعها الحروب بس اعلى من الحروب بشويه. شيكابالا ده بيختبر، لكن انا هديله مثلا 6 من 10. تمام. زيزو انا قلت كام؟ 8 من 10. صح. سيف الجزيري 7 من 10. ناصر منسي 2 من 10. ما اختبرش يعني، لم يختبر. حاج سكر 2 من 10. 2 من 10. كان سيء يا عمرو يعني. معلش بس النهارده ما كانش يوم. في حد في الزمالك ما عملوش درجته؟ تقريبا هم باقي روقه واللي هي ما اختبروش جيد، لكن يعني روقه انا اديله 7 من 10 لان بدا يظبط نص الملعب، كان افضل شويه. لكن في النهايه فرقه الزمالك ككل اديها درجه اجماليه. درجه اجماليه لنادي الزمالك 2 من 10. انا درجه اجماليه للنادي الاهلي النهارده علشان خاطر اديله الشوط الاول 10 من 10 والشوط الثاني اديله 5 من 10، فالاجمالي يبقى 8 من 10. يعني ادي النادي الاهلي توتال 8 من 10. لكن طبعا في يستحقوا الامتياز الكولر ومحمد شريف والشحات، طبعا دول كانوا النهارده نجوم مباراه. فالنادي الاهلي بالاجمالي اديله 8 من 10 وبقول له ضغط عليك فرصه 6-1 تاني معلش. تاني اقول اسوريو اخر حاجه هديله 2 من 10.
لان النهارده من الاسباب الرئيسيه اللي ضيعت المباراه مع محمد صبحي. الاثنين دول اكتر ناس ضيعوا المباراه. طيب عمرو دلوقتي عشان خاطر ما نطولش على الناس يعني نقدر نقول مبروك مصر كاس العالم 2026. القرعه يعني حطت مصر في مجموعه انا شايف انها مجموعه جيده جدا. جيده. احنا منتخب مصر بتاريخه ومستوى اول. احنا لو بننقي منتخبات مش هنجيب 5 زي كده. ما انا بقول لك منتخب مصر ومستوى اول والفرق اللي معاك، لا انا شايف ان احنا المفروض على الورق نصعد بسهوله. طبعا على الورق. يعني لكن طبعا الكلام ده في الواقع مختلف تماما. ممكن الفرق دي تحرجنا على بس اللي كلم بس الناس. طبعا النهارده كان في قبل ماتش القمه كانت الساعه 6، الماتش القمه كان 8:30، كان الساعه 6 كان في قرعه تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2026 في امريكا والمكسيك. القرعه اتعملت في كوت ديفوار. طبعا 54 منتخب افريقي تقسموا على 9 مجموعات. طبعا الحمد لله مصر الحمد لله وزي ما قلنا كانت في تصنيف اول مع تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والسنغال طبعا والكاميرون المنتخبات الكبيره دي. الحمد لله منتخب مصر النهارده جه في المجموعه الاولى. يعني اول مجموعه يعني اول ما سحبوا حط مصر راس المجموعه الاولى على طول. مصر جت معاها بوركينا فاسو، وجاء معاها غينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. يعني اعتقد ما فيش احسن من كده بصراحه، يعني لان كان عندنا مستويات في مجموعات ثانيه. لكن هنكمل المجموعات الثانيه. المجموعه الثانيه كانت السنغال والكونغو الديمقراطيه وموريتانيا وتوجو والسودان وجنوب السودان. اعتقد دي مجموعه برضو السنغال والكونغو. طب استنى عايزين نتكلم عن مجموعه. المنافسه، توقعاتك المنافسه في المجموعه الاولى مين؟ مصر وبوركينا فاسو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. بوركينا فاسو فرقه تقيله جدا. ايوه ماشي. احنا وبوركينا فاسو المنافسه يعني. مصر وبوركينا فاسو مؤكد. دول المنافسه بينهم على حجز البطاقه. ده احنا بنتكلم على الورق، لكن في العمل هي حاجه تاني. المجموعه الثانيه مين بقى؟ طيب المجموعه الثانيه السنغال والكونغو الديمقراطيه وموريتانيا وتوجو والسودان وجنوب السودان. السنغال والكونغو الديمقراطيه وموريتانيا وتوجو والسودان وجنوب السودان. طبعا السنغال والكونغو الديمقراطيه تبقى اعتقد منافسه بينهم. منافسه قويه جدا طبعا. جدا. انت عارف بس عشان بس نبقى عارفين الاول بيطلع على طول مباشره لكاس العالم، والباقي مش عارف 4 ثواني افضل 4 ثواني بيلعبوا ملحق وحاجات زي كده يعني. المجموعه الثالثه نيجيريا، جنوب افريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو. بصراحه مجموعه قويه. طبعا نيجيريا وجنوب افريقيا وبنين. بنين مش سهله يعني انا بس شايف ان المنافسه يعني احنا قلنا مصر وبوركينا فاسو المجموعه الاولى، السنغال والكونغو الديمقراطيه مجموعه ثانيه، نيجيريا وجنوب افريقيا المجموعه دي صعبه جدا. مجموعه قويه. المجموعه الرابعه الكاميرون وراس الاخضر وانجولا وليبيا وتسواني وموريشيوس. يعني الكاميرون سهله، ممكن انجولا. لا انجولا هتنافس وهتنافسوا بقوه. راس الاخضر برضه بتعمل مفاجآت طبعا. المجموعه الخامسه فيها المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر واريتريا. طبعا مع احترامي لتنزانيا والنيجر واريتريا، اعتقد المغرب وزامبيا والكونغو تبقى معركه ثلاثيه يعني. بس طبعا ان شاء الله باذن الله منتخب المغرب يكمل. طبعا نتمنى المنتخبات العربيه انها طبعا. المجموعه السادسه كوت ديفوار. انت عارف ان كاس الامم الافريقيه يكون في كوت ديفوار ان شاء الله. كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشيل. يعني لا طبعا اول فرقتين كوت ديفوار والجابون. طبعا مش سهل. الجابون فرقه ثقيله. المجموعه السابعه الجزائر، غينيا، اوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال. برضه الجزائر بالنسبه لها بتهيألي اسهل. الموضوع سهل قوي يعني بتهيألي سهله للجزائر. باذن الله تكون سهله للجزائر. يعني احسن منتخبين عربيين تونس اخر منتخب عربي في المجموعه الثامنه، مع غينيا الاستوائيه وناميبيا وليبيريا وساتومي اللي هي جزيره ساتومي. برضه المفروض تونس تحسب. طبعا المفروض تحسب تونس. المجموعه الخامسه مالي وغانا ومدغشقر وافريقيا الوسطى وجزر القمر ودشاد. طبعا مالي وغانا طبعا هي المنافسه بينهم. اقوى فرقتين. فانا شايف ان افضل منتخبات عربيه يعني حظوظا مصر طبعا مع بوركينا فاسو والجزائر مجموعتها كويسه. واو يعني الجزائر وتونس مجموعتها كويسه. تونس مع غينيا الاستوائيه المفروض حظوظهم اعلى. طبعا مصر والجزائر وتونس المفروض حظوظهم اعلى. والمغرب يعني المغرب هي بص ممكن تلاقي مناوشه، بس طبعا منتخب المغرب افضل بكتير يعني. افضل دخل كده. طب يا عمرو مش عايزين نطول على الناس، احنا مش عارف خدنا وقت قد ايه. كل سنه وانت طيب يا عمرو. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيب. العظيم طيب اللي بيستنانا في كل مكان. ما تحبنيش تاني يا عمرو والنبي.
انا زهقت. هتحداك وهتشوف، بس يعني القمة الزمالك زي- يعدل نفسه بس. طبعا كل سنه وانتم طيبين. قمه سعيده، قمه كانت كويسه يا عمرو. طبعا فنيه كويسه. فنان المباراه مفتوحه. الشوط الثاني، لا الشوط الثاني بصراحه يعني نص ساعه الشوط الاولانيه في الشوط الاول في المباراه مفتوحه، فيها هجمات هنا وهجمات هنا، كور في الشوط التاني. العارضه هنا وكور في العارضه هنا، كور في القائم هنا وكور في القائم يعني هنا. انا بصراحه ما اتشدتش غير في نص ساعه النص ساعه الاولى في الشوط الثاني، يعني هي دي اللي حسيت فيها ان في نديه وفي طبعا مبروك كل الاهلاويه. كل قمه وانتم كسبانين، كل قمه وانتم فايزين. مباراه القمه خلقت لا، مش على من طول. اجل ان يفوز بها النادي الاهلي. الف 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 مبروك. مش صحيح، يلا اللي سلام. بيقولوا ده مش صحيح. بالتوالي بنكسب قمه. السلام عليكم.